المرطب والسون سكرين. البراند دي جديدة لسه عاملين نفتحها بقى مع بعض. في هنا ساعة كانت جاية لي هدية، فقلت بما اني بقى لابسة كده الماكت، معرفتش اصورلكوا فوق. دلوقتي الوقت السكين كير، مش هعمل حاجات كتير، بس المرطب والسون سكرين. مش هحط اي حاجه في بشرتي علشان بشرتي الفتره دي حساسه جدا وطالع لي فيها حبوب، فمش هلمسها. بس دي الحاجات اللي انا هحطها. دي البيوتي بلندر الجديده اللي انا لسه جايباها، اطلع منها شكل. ناخد شكل الليمونه ولا الافوكادو. البراند دي جديده لسه جايباها. خلصنا اول حاجه، هنحط دلوقتي السان سكرين من نفس البراند. نكتر بقى علشان الجو وحش شمس، فمحتاجين نكتر. تعالوا اقول لكم نبذه عن النهارده. هو عباره عن معرض. المعرض ده هنعرض فيه مشاريع الفاينل بروجكت بتاعت نهايه الترم الكبيره، المشاريع العملي. والمفروض عندنا المعرض ده كل واحد عامل شغل مع تيم. انا والتيم بتاعي يعني عاملين زي ماكت وعاملين بانر. هوريكم كل الحاجات عشان تفهموا قصدي. جاي لنا فيه هيئه من بره، فان شاء الله النهارده المشروع يبقى كويس وكل حاجه تعجب الدكاتره ويمشي الموضوع سلس، وهاخدكم معايا خطوه خطوه. نيجي بقى لفقره الاكسسوارز. ده خواتم كنت مشتريها جديد مخصوصا للحدث ده، فتعالوا نفتحها بقى مع بعض. يعني فيها اشكال لطيفه. محتاجين نجيب مقص عشان نفتحهم بس مهم. وده سلسله رقيقه كده. وهنا ساعه كانت جايه لي هديه في عيد ميلادي من شخص عزيز عليا، هلبسها برضو اهي. شكلها شيك قوي الصورة. يلا بينا نجهز مع بعض. حاجة نلبس الساعة، وده هلبسه لوحده هنا. دول شكلهم سلسلة. اخر حاجة خلوني اوريها لكم وهو جراب التليفون. بصوا، معرفش هي كانت صدفة كبيرة جدا. انا ما كنتش في دماغي ان انا ما كنتش عارفة ان انا هلبس درجات الازرقات ولبني وكده، فبالصدفة جبت الجراب يعني برضو نفس الدرجات. الصراحة شكله كتكوت قوي، فقلت بما اني بقى لابسة كده هحط الجراب ده. انا اصلا اغلبية الجرابات بتاعتي نفس درجة الازرقات، يعني حقيقي حقيقي شكله تحفة تحفة. هنحطه دلوقتي ونلبس الشوز وننزل بسرعة عشان انا متأخرة جدا جدا جدا. باي باي، اشوفكم في الكلية. المفروض احنا قاعدين هنا منتظرين دورنا. كل جروب بيجي عليه دور بيدخل جوه هنا، فاحنا في انتظار الدور دلوقتي. تعالوا اوريكم. مش عارفه انتوا شايفين ولا لا، بس هما هنا هم مع الدكتور. احنا في انتظار ان هما يخلصوا الماكت. معرفتش اصورلكوا فوق، طبعا نرمز لول.
هي دي شكل القاع. في تفاصيل بقى الجناب، المفروض هي بتنور بس هي مش باينه، بس يعني ده كده شكلها. ممكن اوريكم شكلها من فوق اهو. شكله بس كده. جبت سموزي بطيخ، حسيت ان انا عايزه اجدد، دايما بجيب فراوله. آه. طيب مش عارفه امسك الصراحه وامشي، فهشربه لان الجو حر جدا. احنا دلوقتي رايحين على المترو عشان نروح، لان حقيقي تعبانه موت وعايزه انام. شبه مش نايمه من امبارح، فخلاص بقى مش قادره خالص. النهارده اليوم كان جميل جدا ولذيذ جدا، مشي زي ما كنا مخططين واكتر. المفروض ان المعرض كان هيبدا من الساعه 9 واحنا كنا هناك من الساعه 8 عشان نلحق نجهز حاجتنا. من حظنا ان احنا بقينا اخر جروب، فقعدنا وقت كبير جدا، قعدنا من الساعه 8 لحد الساعه 3 العصر قبل ما يجدولنا، لان عددنا طبعا لان دفعه كامله بتعرض شغلها، فكان عددنا كبير جدا. بالتالي قعدنا وقت كبير جدا منتظرين دورنا. كنا حقيقي تعبنا جدا، وكنا خلاص بقى الجو كان حر جدا وكنا عايزين ننام، وكناش طايقين نفسنا لان احنا مطبقين كلنا من امبارح. عشان كنا بنجهز البرزنتيشن بتاعنا وبنجهز حاجتنا. طبعا كل جروب كان بيدخل ويخرج كان يرجع يقول لنا الدكاتره كانوا بيسالوا في ايه وكده، فاحنا نقعد بقى متوترين ونجهز ونعيد ونراجع. وفي الاخر لما جه دورنا بقى بجد مش هتصدقوا ايه اللي حصل. لان احنا كنا اخر جروب، كان في ميعاد معين للمكان ده وهيتقفل، اللي هو الاتيليه اللي احنا كنا حاجزينه. هو في الكليه بس الاتيليه ده مش بيفتح على طول، بيفتح وقت معين وبيتقفل، وكان اخره الساعه 3. فاحنا اصلا كانت الساعه 2:30 واحنا لسه هنبدا، وورانا كان لسه في جروبين تانيين. فاول ما دخلنا لسه بقى متوترين وكده ولسه بنجهز نشرح شغلنا وكده، فجاه الدكتور قالت لنا ده شغلكم؟ قلنا لها اه. قالت لنا فلسه هنوضح لها ونشرح لها وكده. قالت لنا انا مش محتاجه برزنتيشن، شغلكم تحفه جدا عجبني جدا، وانا هقيمكم على طول. احنا بقى واحنا واقفين مصعوقين مصدومين مش فاهمين ايه اللي بيحصل. وقفنا كده شويه، ايه ده يعني شغلنا حلو الدرجه دي؟ الدكتور هتقيمنا على طول؟ طبعا قالت لنا ان خلاص يعني ان مفيش وقت ولازم نمشي عشان هيقفلوا المكان. فبجد وخدنا وراحت الدكتور مقيمانا الدرجه. حقيقي يا جماعه احنا ما كناش نتوقع ان احنا هنجيب الدرجه دي، بجد درجه تحفه. والموقف كله كان غريب، وحقيقي اليوم كان جميل جدا جدا. سبحان الله، يمكن احنا كنا متضايقين ان احنا اخر جروب وقعدنا فتره كبيره، بس سبحان الله ربنا كرمنا وخدنا درجه كويسه جدا. الحمد لله على كل شيء، كل تاخير فعلا وفي خير. بس كده ده كان اليوم. هكمل بقيه الاكل الصراحه وهنام لان بجد خلاص مش قادره خالص خالص. ونكون وصلنا لنهايه الفيديو. اشوفكم في فيديو جديد، وباي باي حلوين.